السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين متابعين قناتي، أهلا وسهلا بيكم ورمضان كريم وحشتوني. النهاردة عايز أقول لكم على إعلان بتاع إليسا. تحفة، اللي هو دايما على بالي. إعلان جميل جدا، بسيط خفيف، كلماته خفيفة وحلوة، من ألحان وكلمات عزيز الشافعي، وهو معروف انه بيعمل اغاني لذيذة ولطيفة وخفيفة. واظن توزيع النابلسي، حد اسمه النابلسي موزع. يعني الاعلان عجبني جدا ولطيف وحلو، وملكة الاحساس بيقولوا عليها اليسا. فشوفوه يا رب يعجبكم. انا حبيت اتكلم عن الاعلان ده ليه؟ عشان قبل كده انا اتكلمت على اعلان شركة الحلويات اتوال بتاعت الكيك الياباني وحمد الوزير، وعجبكم الفيديو ان هو ما كانش اعلان مظبوط، وان هم يستخدموا حمد الوزير بالطريقة اللي استخدموها. فاحنا دايما بنجيب الايجابيات والسلبيات، واعلان بتاع اليسا ده جميل وحلو، وشوفوه يا رب يعجبكم. يعني عجبني مقارنة بالشركات الاخرى. قولوا لي يعني لو شفتوه وعجبكم ورأيكم فيه ايه. اعلان بسيط ولذيذ، واغنية خفيفة وحلوة. يعني ما فيهوش يعني سيمبل خالص، ما فيهوش هبد كتير واوفر قوي زي الاعلانات الاخرى. اعزائي المشاهدين، ده كان فيديو قصير عن اعلان بتاع اليسا. شوفوه يا رب يعجبكم، انا عجبني بصراحة. وقولوا لي رأيكم ايه. يا رب يكون رمضان حلو عليكم، بأمان وسلام وصحة وستر، أهم شيء. وما تكتروش بقى في القطايف والحلويات. وكل سنة وانتم طيبين. شكرا لحسن المتابعة، شكرا لمتابعتكم قناتي. كان معكم المهندس بسام صالح. نشوفكم على خير في حلقة قادمة إن شاء الله. برسين، شكرا.